لو قداستكم تسمح لي تعليق بسيط على الأحداث الموجودة السريعة، الأحداث الجارية الآن في الكنيسة. أحط بعض النقاط البسيطة. قداسة البابا في كل زمان هو صمام الأمان للكنيسة، لذلك يلتف حول كل أبناء الكنيسة. أما مقاومة البطريرك في أي زمان هو انقسام للكنيسة، تزيد الخلافات التي لا يستفيد منها إلا المنتفعين من عدو الكنيسة الأول وهو الشيطان. ثانيا، لابد أن يحدث بين أعضاء الكنيسة اختلاف في الأفكار والآراء. احنا بشر ولينا أفكار متنوعة عديدة، وذلك حدث في الكنيسة الأولى بين الآباء الرسل القديسين الذين عندما اختلفوا جلسوا معا للحوار في محبة واتضاع. وكان البيان الذي صدر لأول مجمع كنسي رأسه وعنوانه رأى الروح القدس ونحن. فكان روح الله يقود المجمع بدون نزاعات ولا أغراض شخصية أو مكاسب أرضية ولا من محاربات شيطانية عمن هو الأول. لذلك كسكرتير للمجمع أدعو كل من له رأي وسياسة في الكنيسة أن يقدم ذلك بروح المحبة والخضوع لقداسة البابا. وأنا متأكد أن قداسته لا يمانع أبدا أن يسمع آراء المحبين المعتدلين في الكنيسة، خاصة الذين لا يبحثون عن منافع شخصية. حفظ الله كنيسته في سلام وهدوء، وحفظ الله قداسة البابا تودروس الثاني الذي نصلي معه ولأجله.